أختي العروس جنة مقفلة وينبوع مختوم. هذه هي آية الكتاب المقدس من سفر نشيد الأناشيد. أعطت اسم الجنة المقفلة تقليديا للمنطقة الخضراء، حيث زرع الرهبان في العصور الوسطى النباتات والأشجار بهدف الغذاء والأدوية. حين نقترب من دير قرطاس نرى صورة البستان الواقع جنوب بيت لحم في منطقة مأهولة بالسكان ذات الأغلبية المسلمة، حيث يرتبط التاريخ بحدائق الملك سليمان. لقد احتفل يوم الأحد الماضي بمرور 400 سنة على ظهور السيدة العذراء في البستان. شارك عدد كبير من المسيحيين المحليين الذين ملأوا الدير الرائع مقابل الحديقة التي أصبح لقبها مع مرور الزمن بلقب السيدة العذراء. 12, capitolo 4 del Cantico dei Cantici. Tu sei un giardino chiuso, un fonte sigillato. أنت جنة مقفلة وينبوع مختوم. هذا هو سبب وجودنا في الأرض المقدسة، لأن هذا هو وادي قرطاس، حيث كانت تقليديا حدائق الملك سليمان، وحيث مستوحى نشيد الأناشيد. نحن نكرم مريم كبستان مغلق وكنافورة مختومة. كانت جنة عدن مفتوحة وحيث دخل الشيطان والخطيئة، ولكن مريم العذراء كانت دائما جنة مغلقة على الخطيئة ومغلقة في وجه كل ما هو غير مدرج في خطة الله. La morte, Maria è stata sempre un giardino chiuso, chiuso al peccato, chiuso a tutto quello che non è presente nel progetto di Dio. ترأس سيادة المطران شوما لاحتفال عيد الراهبات الذين يسكنون ويحافظون على هذا الدير المعزول. في نهاية القداس حملت السيدة العذراء قرطاس في موكب عبر الجسر فوق المنطقة الخضراء. وبالنسبة للجميع السيدة العذراء هي الجنة الحقيقية المغلقة على الخطيئة والتي تستحق التكريم. تسلمت الراهبات في عام 1901 حماية دير الجنة المقفلة ومن ثم إدارة الملجأ. منذ ذلك الحين استقبلوا الأطفال من أجل رعايتهم في قرطاس. يرعون اليوم في الدير 100 شخص ومنهم إيفلين التي لا تفوت هذا العيد في كل عام. Io la mia Santa Rita, ma la Madonna dell'Ortos, se domando di lei. إذا طلبت شيئا من سيدة الجنة المقفلة تعطيني إياه حالا. أنا أحب كثيرا السيدة العذراء. قضيت سنوات طويلة في الصلاة لكي أعود إلى هنا، وحتى لو للحظة واحدة. Un minuto, almeno un minuto. Invece lei mi ha ascoltato. Prima di 5 anni c'era un prete, il mio sacerdote spirituale. سمعتني مباشرة. كان هناك كاهن وهو مرشدي الروحي، ساعدني في المجيء إلى هنا مدة يومين أو 3، وبعدها قلت لزوجي أريد أن أذهب كل عام لعيد السيدة العذراء لأشكرها ولكي أصلي. ولهذا منذ 5 سنوات آتي إلى احتفال السيدة العذراء في كل سنة.